مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، ومثل ما وعدناكم من اليوم راح نتكلم عن واقعة الأفنيوز أو المشكلة اللي صارت بالأفنيوز. لربما رأيتوا الجزء الأول كانت معنا الأستاذة منى الفزيع والدكتور خضر بارون، ولكن انضم لنا حاليا الكابتن سعد يوسف. حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. نقول لك عظم الله أجرك، وإن شاء الله يعني تكون آخر الأحزان، وإن شاء الله هذه الأحزان لا تتكرر لا عليكم ولا علينا ولا على أهل الكويت بإذن الله. لأن المصاب اللي يعني يأذيكم يأذينا، واللي يأذي المجتمع يأذي الكويت، والعالم العربي يرفض مثل هذه التصرفات التي حدثت. فالله يعينكم والله يعين الوالد والوالدة على مثل هذه المصاب. ودي في البداية يعني أتكلم عن الأجواء اللي صارت لما كيفية علمكم أو تلقيكم للخبر، خصوصا أن هذه يعني الحادثة حدثت بوقت متأخر من الليل. فودي أتكلم يعني على الرغم أن الأجواء غير مناسبة لربما تكون بالنسبة لك، ولكن حتى يكون السادة المشاهدين على بينة مما حدث بملابسات هذه المشكلة. شنو اللي صار بالضبط يعني من أول ما تلقيت الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا أخوي جابر ويغمد روحك الجنة إن شاء الله. كل واحد كل فرد من العائلة استلم الخبر بطريقة. نعم. أنا كنت قاعد، بالنسبة لي أنا كنت قاعد بديوانية، وحتى وأنا قاعد بالديوانية واحد من الشباب وراني صورة منتشرة بس إنه وجهه ما كان مبين الله يرحمه، فما عرفت إنه هو. علمت إن أخوك؟ لا للحين ما شفت الصورة وما عرفت إنه هو يعني. نعم. يعني صورة منتشرة وشفتها وترحمت عليه وما أدري إنه أخوي. يعني اتصال بعدين من أختي قالت لي سعد وين أخوك جابر؟ قلت لها ما أدري، هي أول مرة تتصل علي وتسألني عن أخوي. قلت لها ليش؟ كانت تقول لي أمي بالبيت شافت الصورة وقالت هذا ولدي، لأن الله يرحمه قبل ما يطلع لبس الهدوم وراح حق الوالدة وقال لها ايش رايك فيه حلو؟ تقول يعني حافظة هدومه عارفتهم. نعم. ومصر أن هذا ولدي. فاتصلت على أخوي الثاني الأصغر مني اللي كان معه هناك، وهو ما كان معاه أصلا، يعني كان بالصدفة تصادف مع أخوي بالأفنيوز. سبحان الله. اتصل عليه ما أرد، اتصل عليه لين رد علي قال لي سعد أخوك بمستشفى الفروانية. لا حول الله. شلونه؟ قال لي ما في شيء، أنا كنت معاه بالإسعاف قاعد ينزف. رحت مستشفى الفروانية. إذن هو تم نقله إلى المستشفى، مو مثل ما ذكر في بعض مصادر الأخبار بأنه توفى في نفس المكان. لا بس الإسعاف تأخرت وايد، يعني ظل نعم. تقريبا ينزف بمكانه، يعني على كلام الناس اللي هناك وولد خالي اللي كان يمه قال من نص ساعة ل 40 دقيقة 45 دقيقة. إيه. ظل على ما جت الإسعاف. نعم. فنزف كمية كبيرة، يعني راح أقول لك تفاصيل النزيف نعم. وشلون توفى. أنا رحت المستشفى وسألت عنه، قالوا لي بالدور الأول غرفة بالعمليات. عناية المركزة ولا بالعمليات؟ بالعمليات كان. نعم. طلعت فوق شفت واحد جزاه الله خير ما أعرفه ولا أدري من هو الإنسان هذا. يا قال لي أنت أخوه؟ قلت له يقول لي لا تحاتي، توني أنا شايفه داش داخل نزيف بس وقاعد يخيطونه. اقعد شوي استريح. نطرت نص ساعة، خوالي أو اسمعوا بالخبر تجمعوا الأهل في المكان. تجمعوا، لأن في كان منتشر بالتويتر أو شغلة كاتبين اسمه. نعم. كاتبين أنه هو يشتغل نادل في إحدى المقاهي. نعم. نعم. بس هم اللي وداهم الاسم. يو هناك تقريبا بعد نص ساعة 45 دقيقة من وصلت هناك فتح باب العمليات والدكتور طلع، خوال الاثنين راحوا، دخلت بينهم أنا. قال لي من أنت؟ قلت له أنا أخو العود. شلون أخوي؟ سكت. شلون أخوي؟ كان يقول لي أعطاك عمره. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول لي والله إني حاولت وسويت كل اللي أقدر عليه، ولكن ياي نازف 4 لتر دم. الله أكبر. والجسم فيه 5 لتر دم، نازف 4 لتر دم. 80% من الدم اللي بالجسم راح. يقول حاول إنه يفتح له جرح عشان يخيط ويدخل، يعني أشياء طبية. نعم. أنا ما أعرف. يقول بس القلب ما تحمل
وقدر الله ما شاء فعل. نعم. فأنا كذي عرفت الخبر، والوالدة والوالد تأكدوا من أخوي اللي كان معاه إنه هو جابر المطعون. نعم. فراحوا هم الاثنين كانوا جايين المستشفى، وقاعدة تتصل فيني الوالدة، تتصل فيني تحاول تعرف شنو وضع جابر. الوالدة طبعا أنت علمت بالخبر ولكن ما أبلغتها. أنا قبل ما أعلم بالخبر كانت تدري إن أنا عنده. نعم، ولكن ما عرفوا. بعدين ما عرفت، لما عرفت بالخبر تتصل علي أنا مو قادر أرد عليها، إنه ما أعرف يعني أقول لها إن ظنا راح منك. نعم. فماني عارف أقول لها يعني. لين اتصلت ظل اتصل، فاضطريت إن أرد عليها عشان لا تتوتر بالشارع. نعم. بالسيارة، وكان مطر بهاليوم هذا. فشون أخوك؟ قلت لها ما في شيء، تو يا الدكتور خلصوا له خياط وهذا، وقاعد بس شوي بالعناية وحالته مستقرة ما في شيء. مسكين قامت تحمد الله والحمد لله وهذا، وحتى ضيعت يعني قامت تسولف بشيء ثاني، ان ابوك مسكين متدوده وضيع مستشفى الفروانيه، بس طرحت موضوع اخر. يعني ارتاحت ان ولدها بخير. جت المستشفى، الدكتور قال لي انزل لها تحت. نزلت لها تحت شفتها كانت تقول لي شلون اخوك؟ قلت لها الحمد لله بخير ما في شيء. ورحت وقفت وراها عشان لا تشوفني. صعدنا فوق، طلعت ولا بويها الدكتور. بويها الدكتور قال لها استريحي حجية على ما ولدك ما في شيء. وهي قاعدة تبي ترجع مكانها، شافتني التفتت علي كان تقول لي شو اخوك؟ انا ما قدرت اتحجى، سكت. شافتني سكت، درت انه توفى. تحكى اقول ايش في اخوك؟ قلت لها اعطاك عمره رحمة الله عليه. طبعا امه درت انه ظناها، وحاولت ان تدش، لميتها وحاولت انها تدش داخل عند تبي تشوف الدكتور. قال لها ما يصير تشوفينه، وتصرخ ولدي حبيبي ما تهنى توه متخرج وهذا، الله يرحمه. والوالد مسكين كان بالزاويه ومنهار، وماسكين خوالي والشباب. حاولنا، مو راضية تطلع من المستشفى الا انها تشوفه. فياني الدكتور، حتى هذا كلام امي ما تدري عنه، يعني من وراي سحبني قال لي ترى الادله الجنائيه بيطلعونه، ما نبي نطلعه وامه قاعده ودها البيت. وطلعنا من البيت تقريبا الساعه 12 بالليل. والصبح الساعة 6 الساعة 7 رحنا الأدلة الجنائية وخلصنا الإجراءات كلها.